مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد وللقاءاتنا الحواريه. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا النهارده ضيف كريم كابتن حسن البي لاعب الاهلي السابق. اهلا بحضرتك معانا، مشرفنا ومنورنا، ويوم جميل ان شاء الله ببدايه طيبه كده مع حضرتك النهارده وللكره المصريه كلها. طبعا صباح الخير يا استاذ ايمان. طبعا انا بتشرف ان ده اول لقاء مع حضرتك، يعني اضافه لينا والله، شرف ليا جدا شخصيا. واتمنى ان شاء الله نعمل حاجه كويسه في الحلقه باذن الله، نقدم معلومه كويسه. صحيح. نقدم او نستثمر النهارده اليوم في زخم كبير جدا. صحيح. ما بين الزمالك وبيراميدز، وده لقاء مرتقب على كاس السوبر المحلي. صحيح. يعقوبه طبعا النادي الاهلي مع سيراميكا، وده لقاء طبعا متوقع فيه غزاره في الاهداف. ان شاء الله نتمنى ان يكون ده صالح الفريق المتميز في الملعب. تمام. طبعا عندنا لقاء طبعا ليفربول وتشيلسي، وده لقاء طبعا يعني لقاء السحاب زي ما بيقولوا. صحيح. اتمنى ان النهارده يكون في اضافه مدام لقاء السحاب، خلينا نبدا بليفربول وتشيلسي. راي حضرتك طبعا. والنهارده وصلاح، والنهارده كل مباراه صلاح بيلعبها بيحقق ارقام جديده. صحيح. لسه قاريه حتى في الانترو في المقدمه ان صلاح على موعد مع ارقام جديده. صحيح. كيف ترى صلاح مع ارني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول؟ كانت الناس قلقانه لما يورجن كلوب مشي، وان ممكن صلاح، لان كان في علاقه وثيقه جدا بينهم، وان هو كان يعني من اسباب توهج صلاح ونجوميته، لكن بصراحه مع ارني سلوت حسينا ان صلاح محافظ، كانوا بالعكس بل توهج اكثر. صحيح. كيف ترى هذا النقطه؟ انا دايما بقول ان محمد صلاح مؤسسه رياضيه بتمشي على الارض بمعنى الكلمه. بيعرف ازاي يطور نفسه، بيعرف ازاي يوصل لليفل اعلى كل مدى. كل ما بيزيد في السن كل ما حلاوته بتزيد اكتر. صحيح. بيشبهني بمسيره كريستيانو رونالدو، بمسيره ميسي، اللعيبه العظام اللي احنا الحمد لله يعني في جيلنا استمتعنا بيهم. فانا شايف ان محمد صلاح في عهد ارني سلوت لا، الموضوع زاد توهج اكتر. يعني كان في عهد كلوب كان اعتماد كبير جدا على صلاح. صحيح. حاليا ارني سلوت طور وطور الفكره والطريقه اللي كانت في الملعب مع صلاح ومع لويس دياز ومع نونيز. اداهم حريه واريحيه في التحركات. جميع الاهداف اللي صلاح بيحرزها في حقبه ارني سلوت تلاقي ان فيها حلاوه وفيها جمال. صحيح. في نفس البدايات بتاعت صلاح اللي في البدايه الاول مع كلوب، يمكن حصل خفوت شويه في العلاقه بين كلوب وصلاح، اثرت معنويا على اداء صلاح في الملعب. ولكن حاليا ارني سلوت مديله مساحه كبيره جدا، مديله معنويات عاليه جدا. اللعيب عامل زي الفنان، يحب الجمهور يشجعه، يحب الكيمياء تكون متوافره مع المدرب مع المدير الفني، وده الحمد لله انا شايفه مع ارني سلوت بشكل جميل جدا. ده هيخلي صلاح في قراره في الفتره القادمه، احنا عارفين هو مقبل على التجديد لليفربول، هل الاستمراريه ام النواحي الماديه ممكن تكون سبب لانتقال صلاح لاي نادي اخر، سواء كان في اوروبا او في المملكه العربيه السعوديه زي ما الكلام بيذكر في الفتره الاخيره؟ خلينا نتفق يا سليمان ان الكره اصبحت صناعه دلوقتي، وفيها النواحي الاستثماريه والنواحي الترويجيه والجلب الاموال هي بقت صفه غالبه شويه. ولكن انا لو هتساليني على رايي، لا، صلاح يستمر في مسيرته مع ليفربول. طب لو نادي اوروبي اخر مثلا زي برشلونه او باريس سان جيرمان او صلاح بقت يعني خلاص هو ارتبط في ارتباط ما بينه وما بين ليفربول، حتى هو مرتاح هناك نفسيا وحتى اسريا كمان. يعني صحيح. يمكن لما تلاحظوا في استقرار اسري، في ارقام بتتحقق طبعا. يعني حاليا صلاح بيحقق ارقام، كل مره بيحقق رقم جديد جدا في الكره الاوروبيه او في ليفربول. ولكن لما نبدا مع نادي جديد زي برشلونه زي ريال مدريد، انا ما عنديش مشكله طبعا. يعني صلاح بيفكر ازاي او وجهته القادمه ازاي، بس هيبدا من البدايه ولكن مع انا هيبدا تاني بتحقيق ارقام جديده. صحيح. فانا شايف ان لا، خلينا نستمر مهما كانت الاغراءات الماديه. والله ما هو انا قلت حضرتك ان البدايه ملاك ليفربول هم اللي القرار عندهم. صلاح مرتبط بعقد، العقد ده ليه مده بدايه ونهايه. عقب نهايه المده في قعده او في توجه معين هيكون مع الاداره. وفي نفس الوقت انا لو رايي
لا راح يستمر طبعا تحقيق ارقام يكون في تقدير من الطرفين، يعني صلاح حابب ده وبرده الطرف الثاني فريق ليفربول يقدر صلاح وقيمه صلاح الكبيره. صحيح. لان كل ما بيستمر معاهم كل ما بيضع ليفربول بصراحه بتكون في حته ثانيه خالص. نتمنى التوفيق النهارده لليفربول في مباراته امام تشيلسي ان شاء الله، وكمان مانشستر سيتي النهارده عنده هم المنافس ليه المنافس التقليدي طبعا لليفربول على البريمير ليج. يمكن النهارده لو ليفربول فاز النهارده هيحقق استقراره في القمه. صحيح. ويبعد شويه بالمطارده من مانشستر سيتي. صحيح. اشوف برضو ان تشيلسي يا استاذه ايمان مع انزو ماريسكا مدير فني جديد محقق برضو الاستقرار الفني والاداء العالي والراقي مع مجموعه لاعبين على اعلى مستوى، بالمر على جوستو ديسياس بانتشويل فيجا كاليسترو. في لعيبه في تشيلسي برضو فيها متعه في الاداء. فالنهارده طبعا لغى لقاء جامد جدا يعني. طيب بذكر بقى الدوري الانجليزي نذكر الساده المشاهدين بمباريات امس وابرز نتائجها الاسبوع الثامن في البريمير ليج او الدوري الانجليزي. توتنهام ويست هام يونايتد 4-1، فولهام استون فيلا 1-3، مانشستر يونايتد وبرينفورد 2-1، نيوكاسل يونايتد برايتون 0-1، ساوثهامبتون وليستر سيتي 2-2، سبيتش تاون وايفرتون 0-2. وزي ما قلنا النهارده في ويلفرهامبتون ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. المباراه الساعه 6:30 مباراه ليفربول للعشاق، اما مانشستر سيتي الساعه 4 عشاق الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه. بكره المباراه الاخيره في الاسبوع الثامن للدوري الانجليزي، نوتنغهام فورست وكريستال بالاس. هتكون المباراه الساعه 10 مساء، وبكده يسدل الستار عن الاسبوع الثامن. اتمنى ان شاء الله مشاهده طيبه لحضراتكم والتوفيق كمان ورفاقه. طيب ناخد بقى حضرتك للحدث الأهم اللي الكل بينتظره النهارده، هي مباراة السوبر المصري. مش مباراة بقى، هي بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 4 فرق: بطل الدوري، بطل الكاس، بطل كأس الرابطة، والكارت الذهبي لنادي الزمالك. كيف ترى هذه البطولة؟ طبعا أنا شايف إن السوبر المحلي أو البطولات المحلية في مصر حاليا دي بتلقى رواج كبير جدا مع الاشقاء في السعوديه وفي الامارات وقطر برضو. يعني كان برضو استضافت بعض اللقاءات الدربيه الموجوده بين الاهلي والزمالك. فانا اشوف ان الدوري المصري اصبح ليه قيمه ومطلوب في النواحي الترويجيه والنواحي اللي فيها جلب مال كويس جدا. اشوف ان النهارده لقاء بين الزمالك وبيراميدز لقاء في متعه كرويه، لان الزمالك والبيراميدز كورتهم حلوه جدا، بيتمتعوا بسكواد لاعبين في مهارات عاليه جدا: عبد الله السعيد، ناصر منسي، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، سيف الجزيري، زيزو. هنشوف كوره طبعا. على الجانب الاخر في بيراميدز بلاتي توريه، مهند لاشين، فيستون مايلي، مصطفى فتحي، والداهيه الكبيره اللي تم استخدامها في اخر ميركاتو صديق اجولا. لاعب على اعلى مستوى. انا يمكن من سيراميكا صفقه تبادليه ب4 لاعبين على يعني طبعا هيكون ليه النهارده تواجد برايك؟ انا شايف ان صديق اجولا ممكن يكون ورقه رابحه جدا في لقاء بيراميدز. اتمنى ان اللقاء يكون جميل. عندهم كمان يوسف اوباما من الزمالك. بيراميدز في تدعيمات كبيره في الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي برضه جايبين. ده في اكتر من صفقه. هو مش كتير، بيراميدز مش جايب كتير، بس جايب صفقات يعني تم انتقائها. وده الصح. يعني انا كنت دايما مع مقوله ان مش ان انا افضي الانديه من اللاعبين واعمل زخم كبير جدا ومحدش ممكن ما يكونش ليه استفاده عندي. تمام. حاليا الاهلي، الزمالك، الانديه الكبرى زي بيراميدز زي المصري بقت الاستخدامات زي سيراميكا برضو جايب استخدامات كويسه جدا. صحيح. الاستخدامات بقت على قد المطلوب. لا بس السيراميكا بقى مع كامل احترامي لحضرتك جايب صفقات عديده جدا، ودي سلاح ذو حدين. تمام. ربما تفيده وربما تضر لعدم الانسجام. انا معاكي جدا بس طموحات سيراميكا ومجلس ادارته وطلبات ايمن الرمادي كمدير فني واعد جدا وليه باع كبير جدا في الدوري المصري، كان ليه طلبات في الاستخدامات علشان تحقيق اهداف معينه الموسم ده. طيب احنا قلنا افضل العناصر اللي ضمتها بيراميدز، وحضرتك شايف ان صديق اجولا هو الابرز. انا شايف ان ده ورقه حتى عليه الداهيه يعني ان هو ورقه. طيب انا هقول لحضرتك بقى صفقات سيراميكا وقول لي مين الابرز برايك اللي يوازي كده صديق اجولا او يكون له مكانه وتاثير
مهاجم على فكره، ممكن حتى يكون اي مركز ثاني، بس خطوره هذا اللاعب في مركزه ربما تؤثر على نتائج فريقه. بيراميدز او عفوا جايب من بيراميدز سيراميكا جايب فخري لكاي، اسلام عيسى، محمود زلاكا، عبد الله مجدي. وجايب من الاهلي احمد اشرف، احمد عبدين، يوسف سيد، عبد الحفيظ. جايب من ديروت يوسف عفيفي، محمود الزيتي، محمد عصام. ومحمد صادق قادما من مودرن سبورت، ايمن مكة من نادي الجونه، بالاضافه الى محمد ابو العمايم من انبي، والمهاجم الغاني عمر عبد الرؤوف، الجناح الاوغندي عباس كيوني، فضلا عن استعاره اللاعب عمرو قلاوه بعد انتهاء اعارته مع سموحه. كمان احمد القندوسي طبعا اللي جدد اعارته مؤخرا. صحيح. الابرز من كل هذه الصفقات ما يوازي مثلا زي ما احنا قلنا صديق اجولا في فريق بيراميدز. طبعا الابرز في استمرار قندوسي مع سيراميكا، لانه تالق جدا في الفتره في الموسم الماضي. يمكن الازمه الاخيره اللي اثارها بتصريحات يعني كانت غير موفقه منه. هل ممكن يكون لها تاثير على ادائه او مشاركته في مباراه اليوم؟ هو القندوسي لاعب محترف، يعني القندوسي لاعب محترف يقدر يتجاوز المحنه دي، ولكن طبعا ممكن يكون هو خسر كتير من العلاقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي. ولكن هو اعتذر عشان كده ممكن يقلق عليه النهارده كابتن ايمن الرمادي، في جماهير كتير حاضره، ممكن يكون في تعامل معاه بطريقه غير لائقه، اللاعب يتوتر، ده ينعكس ويؤثر على فريقه، ولا هو يعني تم معالجه اللاعب نفسيا؟ ما تم معالجه القصه خالص. ويمكن الكابتن محمد رمضان المدير الاداري والمدير الرياضي، مدير النشاط الرياضي يعني تجاوز الموضوع وتعامل معاه بشكل جدا، والموضوع خلاص يعتبر يكاد يكون اغلق تماما. يعني النهارده وجود القندوسي ملوش علاقه موجود بالنسبه يعني طبعا من اللعيبه اللي تم استخدامها من بيراميدز، لعيبه على اعلى مستوى. جون ايبوكا الهداف كبير جدا، زلاكا لعيب عالي جدا. يمكن انا دايما بقول ان زلاكا وابراهيم عادل في الجانب الايسر في بيراميدز جانب خطير جدا. يعني يمكن معظم اهداف بيراميدز في الموسم الماضي كانت من ناحيه الشمال. اشوف كمان عمرو قلاوه من اللعيبه الواعدين في وسط الملعب. فلا يعني عنده سكواد كده فريق سيراميكا. انا شايف باستعراض السكواد بتاع الاربع فرق. يعني انا شايف ان اللقاءات كلها هتكون لقاءات حاسمه، ولا سيما ان اللقاءات دي لقاءات كؤوس، لازم تحديد فائز. يعني لا تقبل القسم على 2، لازم تحديد فائز اليوم حتى يلتقي في اليوم 24 في النهائي، سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز سواء سيراميكا. انا طبعا يعني بصرف النظر عن الانتماءات، احنا في لقاء محايد جدا، في لقاء نقول فيه ان الفائز اللي هيبذل جهد، اللي هيكون حظوظه اعلى، اللي هيكون في قمه تركيزه، اللي هيكون بيستفيد من كل يعني ثغره، ولان الاهداف بتيجي من انصاف الحلول. صحيح. فهي اللقاء بتاع اليوم، خلينا ناخد لقاء على حده يعني، ونتكلم برضو فنيا والطريقه الفنيه اللي ممكن كل مدير فني يخوض بها هذا اللقاء. ولنبدا بترتيب اذاعه المباريات. المباراه الاولى مباراه هتجمع الزمالك وبيراميدز. المباراه يا جماعه بتوقيت القاهره هتكون الساعه 4 و5، بتوقيت دوله الامارات هتكون الساعه 5 و5. امبارح سالنا ايه قصه ال5 دقايق دي؟ هي كانت برضو يعني شويه كده فيها مسار تساؤل، ليه 4 و5 وايه الدقه وايه؟ اكيد في سبب، مفيش حاجه من غير سبب. لكن توصلنا من خلال زميلنا الصحفي الاستاذ اسلام محمد، كل الشكر ليه، من خلال مصادره عرف ان ال5 دقايق دول هم راعوا صلاه، فيعني الدقه صلاه المغرب هتكون بين الشوطين بتوقيت دوله الامارات، بحيث ان اللعيبه تقدر انها اول ما هتخرج من المباراه هيكون المغرب اذن، ويقدروا ان هم يادوا صلاه المغرب. يا دوبك لما يخلصوا صلاه هيبقى الشوط الثاني يبدا. هو ده بس قصه 4 و5 ال5 دقائق دي، لان امبارح كنت بسال وما كنتش عارفه بصراحه، لكن توصلنا للاجابه. شكرا مره ثانيه لزميلنا اسلام محمد. ده بالنسبه لموعد المباراه. الناس بقى هنا في مصر متضايقه بشكل عام من موعد المباراه. انا عارفه ان دي امور تنظيميه طبعا، لكن متضايقه المباراه الساعه 4. الناس لسه في شغلها، الناس لسه ما رجعتش. مباراه الزمالك وبيراميدز دي قمه لها شكل خاص، ممتعه، الناس عايزه تستمتع. برايك ليه ما كانش فيه يعني تعديل في هذا الموعد، تدخل من جانب نادي الزمالك ونادي بيراميدز، الاتحاد المصري كمان والمسؤول والرابطه مع الاخوه المنظمين في دوله الامارات لتعديل
هذا الموعد؟ يعني اظن ان يعني الجاب ما بين المعادين خاص بامور ترويجيه عشان يحصل ان يبقى فيه نسبه مشاهده، نسبه متابعه للقاء بتاع البيراميدز والزمالك، ويعقبوا لقاء الاهلي والسيراميكا في نفس اليوم. الوقت ضيق يعني. النهارده بدايه اللقاءات يوم 24 النهائي وقبل النهائي والثالث والرابع. ما بدأوهاش يوم بدري امبارح ليه؟ كان لعب فريق امبارح وفريق تاني النهارده. يعني هنقول يعني المشاهده اكتر. بيبقى في اتفاقات ما بين الشركات الراعيه وما بين المنظمين وما بين يعني في حاجات كده. وكان امبارح بقى على فكره يوم مشترك في مصر وفي الامارات اجازه. صحيح. رسميه. صحيح. يعني النهارده مصر ما عندهاش اجازه، دوله الامارات اجازه، عندهم عطله رسميه بيبقى يوم الحد. لكن في مصر ما فيش. لكن لو امبارح بدات البطوله او كان يوم واحد فقط كانت هتبقى مشتركه ما بين مصر وما بين الامارات اجازه، واعتقد كانت هتبقى في فرصه المشاهده اعلى. يعني ده مش رايي والله، بس ده راي شكاوي كثيره من الناس ان هم في التنسيق مش موجود في النقطه دي. كمان الفاينل هيكون يوم 4. صحيح. برضه نفس القصه، مش ميعاد اجازه ولا يوم اجازه، لا هنا ولا هناك ولا بقى. ولا هناك. ده هتبقى المشكله عندنا وعندهم. فبرضه لا، في يعني اتمنى كان يكون في تنسيق افضل. بس احنا كشعوب عربيه بنحب نتبسط بالكوره ايا ما يكون، حتى لو الوقت مش مناسب. يعني احنا بنفضي نفسنا بنجاهد. مباراه بالليل الساعه 8 تمام، لكن 4 دي اعتقد صعب حد يسيب شغله. ولكن يعني عشمنا ان طبعا التشكيله بتاعت الزمالك وبيراميدز النهارده خلينا بقى ندخل في الامور الفنيه. على ارض الملعب. كيف ترى النهارده التشكيله وكيف ترى جوميز النهارده؟ وعلى الجانب الاخر في بيراميدز كورنيسلاف يورتيتش المدير الفني الكرواتي. النهارده هيخوضوا او الفكر الفني بتاعهم في هذا اللقاء هيكون ازاي؟ اثنين مديرين فنيين على اعلى مستوى، كان جوميز او يورتيتش مدير فني بيراميدز. الزمالك داخل اللقاء طبعا بمعنويات عاليه جدا، فوز بالسوبر الافريقي على النادي الاهلي، استقرار في الاستقدامات على اعلى مستوى، الاداره دلوقتي حاليا منتشيه بالفوز، في دعم كبير جدا من الاداره. فاظن ان طبعا يعني لو هنبدا بالتشكيله بتاعه الزمالك مثلا عواد وبنتايك وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي وعمر جابر، اتصور محمد شحاته وزياد كمال وعبد الله السعيد، سيف الجزيري وزيزو ومشلك. اظن ان دي تشكيله جوميز هيعتمد عليها. سيف الجزيري ومين معاه؟ سيف زيزو ومشلك. مشلك النهارده هنشوف. انا اظن ممكن يشترك على حساب اظن انه يشترك على حساب مصطفى شلبي. ويخلي ناصر ماهر ومصطفى شلبي ورقه رابحه في التغييرات. وناصر منسي اكيد هو كان ورقه رابحه ناصر منسي في الاخر، لان الملعب انا في رايي ما يحتملش عبد الله السعيد وناصر منسي في وقت واحد. ولا سيما انت بتلعب مع بيراميدز طبعا في سكواد. لما احكي اقول لحضرتك التشكيله، لا تشكيله تخض، تشكيله تقيله جدا. يمكن لما نقول في حراسه المرمى احمد الشناوي، باك ليفت محمد، احمد سامي ومحمود مرعي في قلب الدفاع، محمد الشيبي انا اشوفه من احسن الباكات رايت في مصر حاليا في المحترفين القادمين من الخارج. محمد الشيبي من اللعيبه الممتازه جدا، ولكن يعيبه او يعني برضو اشد على ايده شويه. ركز في الملعب، المشكله شيبي جدا. ساعات بيحصل منه هفوات، بيحصل منه التحامات قويه بتخرجه عن المفروض يكون عليه. تمام. طبعا في مهند لاشين، بلاتي توريه من اللعيبه الممتازه جدا. تمام. طب استاذنك معانا اتصال هاتفي طبعا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو تليفون. الو مش عارفه التليفون مش داخل. الو او لو انا سامعه من خلال ايربيس، بس عشان كابتن حسن عايزينه يسمع، لكن انا سامعه من خلال الايربيس يا جماعه. الو السلام عليكم كابتن هادي، ازي حضرتك؟ الو طيب، عموما احنا مجهزين لحضراتكم اتصال هاتفي مع نجم النادي الاهلي في يعني افضل فتراته، النجم الخلوق القدير كابتن هادي خشبه. ان شاء الله يكون معانا بعد قليل، وبمشاركه كمان مع كابتن حسن في الحوار، ونعرف رايه وكل تفاصيل خاصه النهارده ببطوله السوبر. وكمان عندنا موضوعات تانية كتير اكيد هنطرحها معاه، بس انتظرونا ان شاء الله بعد قليل. نرجع مع حضرتك كابتن حسن، كنا بنتكلم على تشكيل بيراميدز.
طبعا في ابراهيم عادل، فيستون مايلي، تمام. مصطفى فتحي. اهو فيستون مايلي ده برضو داهيه يعني من اللعيبه اللي هي هداف الدوري الموسم الماضي مع طبعا في النفس الاخير طبعا يعني فلتت منه شويه. وسام ابو علي طبعا حقق هداف الدوري، ولكن كان ماشي كويس جدا فيستون مايلي طول البطوله يعني. صحيح. صديق ايجولا طبعا استقدام على اعلى مستوى زي ما اتكلمنا، قلنا ان هو ممكن يكون ورقه رابحه النهارده. رايي في وليد الكارتي غايب. هل غياب الكارتي ممكن ياثر على بيراميدز؟ مؤكد، بس بلاتي توري يقدر يعوض ده. تمام. بلاتي توري من الهاف ديفندرز اللي في مصر، من الاستخدامات القويه جدا، ويقدر يغطي ده. علاوه على ان برضو في دونجا من الزمالك مصاب. لا ده الزمالك بقى فيهم عندهم، خلينا نشوف غيابات كثيره جدا. ما بين نواحي فنيه واستبعادات فنيه، وما بين اصابات. في اصابات بقى لها فتره. صحيح. زي الونش، زي عبد الشافي، طبعًا. زي حمدي، في كذا اصابه دول بقى لهم فتره يعني. صحيح. لكن في اصابات بقى حديثه ابرزها دونجا، ابرزها مصطفى، ابرزها سيدن داي المستحل القادم حديثا يعني في الفتره الاخيره. دول ممكن يكون لهم تاثير الثلاثه اللي انا قلتهم طبعا. بالاضافه بقى ان جوميز استبعد فنيا فتوح، مشكلته اللي عارفينها، حسام اشرف، مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف جعفر. دول صحيح. تم استبعادهم خالص من المشاركه. صحيح. شايف الغيابات دي ازاي ومدى تاثيرها على نادي الزمالك النهارده وعلى لقاء اليوم؟ لا طبعا الغيابات مؤثره طبعا، ولكن الانديه الكبرى زي الزمالك، زي الاهلي، زي بيراميدز، زي سيراميكا، عندهم سكواد لاعبين يقدر يعوض ده. يعني انا اظن ان لقاء اليوم هيكون لقاء مفتوح، لان الزمالك بيحب يلعب الكره المفتوحه زي بيراميدز بيحب يلعب كره مفتوحه برضه. فاللقاء هيكون فيه، انا اتصور يكون فيه اهداف، هيكون فيه السجال ما بين اللاعبين، لان طبعا السكواد يكاد يكون متقارب. فكر جوميز وفكر يورتيتش نفس الفكر، اللي هو المدرسه الهجوميه فعلا، المدرسه اللي بتبدا من بناء الهجمه من البدايات، من الدفاع والتدرج لغايه الهجوم. ومع ذلك يعني انا اظن ان النهارده لما نيجي نشوف المواجهات المباشره ما بين الزمالك وبيراميدز نجدها انها في صالح الزمالك. بالظبط. 13 مواجهه، فوز الزمالك في 7، فده عدد كبير. لغه الارقام تؤدي الى نتائج. تمام. 4 تعادل، منهم 2 يعني بركلات الترجيح. ففوز بيراميدز يعني اتمنى ان يكون النهارده الامور كلها حاضره. احنا هدفنا في القصه كلها تقديم كره حلوه امام الاشقاء. صحيح. هل ممكن هذا اللقاء نصل فيه لركلات المعاناه برايك؟ احنا عارفين ان مفيش اكسترا تايم في النهارده، المباراه الاخيره فقط اللي هيكون فيها اكسترا تايم، لكن البطوله كلها نظامها ما فيهاش وقت اضافي، على طول هيكون في ركلات معاناه او ركلات ترجيح. النهارده المباراه دي هتحسم في وقتها الاصلي ولا هيتم اللجوء لركلات الترجيح؟ ممكن اللقاء ده يحسم في الوقت الاصلي، مش هتوصل لركلات ترجيح، نظرا لان الفرقتين هدفهم الفوز وهدفهم البدايات اللي هي فيها نوع من انواع الاقتحام التكتيكي في الوصول للمرمى الخصم عن طريق استغلال الفرص وعن طريق تناقل الكره بشكل جيد جدا، والفرقتين يقدروا يعملوا ده. الزمالك المنتشي بعد حصوله على السوبر الافريقي والاحتفالات اللي ابرمها في الفتره الاخيره، دخولي لهذا اللقاء هل ده هيعطيه ثقه اكتر ويدي دعم اكتر وهنشوف اداء افضل، ولا ده ممكن ياخد منه ومن ادائه ويشتته ونلاقي النهارده النتيجه تكون لصالح بيراميدز اكتر؟ لا بالعكس، يعني يمكن الزمالك هيستغل فرصه استقراره الاداري الفتره الاخيره. طبعا عانى فتره طويله في الاستخدامات وفي غلق القيد والمشاكل الاداريه اللي طبعا مرينا بيها معاهم في الفتره الاخيره، وكان كل دعواتنا ان الزمالك يتجاوز هذه المحنه يعني، والحمد لله بالاداره الجديده والمجلس الاداره الجديد قدروا يتجاوزوا ده. فاتمنى النهارده طبعا يعني ان نشوف لقاء حلو بين الزمالك وبيراميدز. بيراميدز كاس مصر في اولى البطولات اللي دخلت دولاب فريق بيراميدز برضه هيديله دافع قوي ده. طبعًا. خلاص بقى بطوله تجيب بطوله تجيب، واحنا قلنا بس بيراميدز محتاج بطوله، صح. هنلاقي بعد كده البطولات بتدخل، ده برضه النهارده هيقوي من اداء بيراميدز ويشعل احداث اللقاء. الدوافع عند الفرقتين عاليه جدا. يمكن ده لقاء او اللقاءات اللي هي الموجوده النهارده فيها دوافع كبيره جدا ما بين الزمالك وبين بيراميدز والاهلي والسيراميكا. يمكن لما نيجي نتكلم عن الاهلي كمان من ضمن محورنا يعني تمام، الاهلي مع بقى الساعه 8 اللقاء امام السيراميكا باذن الله، لقاء على اعلى مستوى. يمكن يعني اظن ان ايمن الرمادي يعني كان هيقفل شويه، لان طبعا عارف هو بيلعب مع فرقه فيها سكواد لاعبين على اعلى مستوى، عارف ان فكر كولر فكر هجومي. يمكن
يمكن انا اتصور ان رمادي هيكون هدفه الوصول لركلات ترجيح، هيحاول يقفل الملعب بشكل ان يرهق هجوم النادي الاهلي وخط وسطه، بحيث ان كمان الوقت بيمر كل ما يبقى فيه الضغوط على اللاعبين اكتر يقدر يستغل هفوه دفاعيه، كونتر اتاك من كره يعني وات ايفر ممكن يحصل ايه. بس طبعا لو الاهلي فطن لهذه الفكره او فطن للفكر ده، لازم يلعب هجوم مباشر من اول دقيقه علشان احراز هدف مبكر يربك الحسابات. تمام. كولر ومجموعه لاعبين النادي الاهلي لو قدروا في البدايات الضغط على سيراميكا، اتصور ان ممكن الملعب يفتح. لو جم هدف مبكر الملعب طبعا هيختلف، الدوافع طبعا هتتغير، التكتكس هيتغير ما بين هجوم متبادل. تمام. يقدر الاهلي يقدر يعزز هدفه تاني. يعني زي ما الاخبار عرفناها ان اصابه الشناوي ممكن تدفع مع المنتخب في الفتره الاخيره، ممكن تدفع كولر ان هو يستعين بمصطفى شوبير. لسه برضو ما فيش تاكيد للمعلومه، لكن ربما ده اللي نجده النهارده مصطفى شوبير هيكون في حراسه مرمى الاهلي، وفي السيراميكا محمد بسام. لو تم اللجوء لركلات المعاناه وركلات الترجيح، كافه من هتكون ارجح في وجود كلا الحارسين؟ طبعا يعني الشناوي حارس عظيم، لو الشناوي موجود، لو شوبير موجود، الاثنين على اعلى مستوى، الاثنين جاهزين. يمكن انا يعني استمتعت بلقاء كده تحليلي في حراسه المرمى. الاثنين واقفين على رجليهم، يعني الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. نعم. الثلاثه حراس النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي على اعلى مستوى. يعني الشناوي حارس مرمى، حارس منتخب مصر الاول. شوبير عمل بطوله افريقيا على اعلى مستوى. حمزه علاء مع المنتخب الاولمبي حارس واعد وحارس على اعلى كفاءه من الجاهزيه، مستقبل الحراسه في النادي الاهلي في امان. يعني انا اظن ان التشكيل بتاع النادي الاهلي النهارده لما يبدا بالشناوي، لو اذا كانت اصابته مش هتعوقه يعني، او مصطفى شوبير بديله، يلا استقدام في الميركاتو الاخير اشرف داري، ظهور جديد. اشرف داري هيدفع بيحيى واشرف العناصر الجديده كلها. اتصور ان هيدفع بالعناصر الجديده على اشرف داري ورامي ربيعه وعمر كمال عبد الواحد في الجانب الايمن نتيجه اصابه محمد هاني. مروان عطيه مسمار النص في النادي الاهلي، ده لا غنى عنه. يمكن انا دايما بشيد بمروان عطيه، يمكن حتى كمان قلت لو طور من ادائه في التصويب من خارج ال 18 هيصبح لاعب زي توني كروس بتاع ريال مدريد. نعم. امام عاشور لازم يعني يحاول يعني يصالح جماهيره، لان في غصه كده من الجماهير الفتره الاخيره من امام عاشور. عمل نيو لوك اهو، شعره بتاع هو مش هو ده المفروض يعني ما يهتمش بالسوشيال ميديا. احنا يمكن دايما بنحاول اللعيبه اللي عندها تالنت وعندها امكانيات دايما الجمهور بيبقى حريص عليها اكتر. يعني يمكن امام من اللاعبين اللي عنده كتير في الكوره، فبلاش تضيع جزء من تفكيرك في حاجات ممكن تخليك اوت اوف فورم في اللقاءات. عمر الساعي هنشوفه النهارده برأيك؟ اتصور ان ممكن كولر يعتمد، على الرغم ان دايما في النادي الاهلي الاستخدامات ما بيتمش الدفع بيها مره واحده في بدايه اللقاءات، لكن هنشوف كل العناصر الجديده دي النهارده، سواء يحيى او اشرف او عمر، كل ده ممكن نلاقيه النهارده. انا شايف كده، شايف ان التشكيله ممكن تبقى فيها عمر الساعي، الشحات، وبيرسي تاو، وسام ابو علي. مين الورقه الرابحه اللي عند النادي الاهلي اللي سايبها كولر اللي هي تنزل؟ احنا قلنا الورقه الرابحه في الزمالك، قلنا ناصر منسي، يعني من العناصر اللي سايبها زي ما كان مفاجاه كده في مباراه السوبر الافريقي. ناصر ماهر، مصطفى شلبي، كل دي اوراق رابحه. النادي الاهلي قفشه دايما في الميعاد، قفشه دايما بيبقى صح. يعني بيعمل التحول الهجومي، حتى لو نزل والله في الاخر برضه بيكون له لمسات فنيه. دايما بيعمل التحويله او التغييره اللي بتحصل في اداء النادي الاهلي، حتى لو الملعب مقفول بتلاقي قفشه عنده الحلول. يعني محمد طاهر الفتره الاخيره مركز جدا. يعني اتصور ان محمد طاهر برضه يكون ورقه رابحه. رضا سليم. لو الامور مشيت صالح النادي الاهلي من بدايه اللقاء، حصل اهداف من بدايه اللقاء، افتكر ان ممكن يعتمد على السوليه في تقفيل وسط الملعب. السوليه ممكن اكرم توفيق موجود برضو.
يعني كل ميزه السكواد بتاع النادي الاهلي ان كولر ممكن اثناء اللقاء واثناء الاداء في الملعب واثناء جاهزيه كل لعيب يقدر يغير او يحط يعمل اللاعب المهم او اللاعب المفيد في المكان المناسب. تمام. فطبعا على المستوى الاخر سيراميكا وتشكيلته وايمن الرمادي بيفكر ازاي. زي ما قلت لحضرتك ان ايمن الرمادي من المديرين الفنيين اللي عنده جدا للملعب، دي حقيقة. وعنده كمان تجربه في الامارات، تجارب كبيره في الامارات، فحاسس ان هو بقى بيلعب في مصر ما عندوش مشكله في الدوري كمان. المصري كويس جدا. طبعا. يمكن تشكيله سيراميكا محمد بسام حارس مرمى، عبد الرحمن بودي واحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل وحسين السيد، عمر قلاوه ومحمد توني ومحمد عادل، واحمد قندوسي طبعا اتصور ان ممكن يبدا اللقاء مع فخري لاكاي وجون ايبوكا. استعان برضو بالعناصر الجديد كتير بالظبط. دي تشكيله قويه جدا. وعنده طبعا على الدكه في زلاكا وفي موكا، اتصور ان ممكن دول ورقتين ربح تؤدي الى فارق مع احداث اللقاء واحداث المباراه. طبعا المدير الفني اللي هيقسم المباراه بشكل فني هو اللي هيبقى عنده القدره انه يقدر يقرا اوراقه كويس جدا وينفذ افكاره على ارض الواقع في الملعب. يمكن كولر دايما بتلاقيه حضرتك دايما ماسك ورقه وقلم وبيسجل الامور اللي بيسجلها دي، بتترجمه لقرارات فنيه اثناء اللقاء. وانا دايما بحب المدير الفني اللي بيذاكر اثناء اللقاء، ما بيحطش تشكيله ويحط الطريقه والخطه وخلاص ويقعد على الدكه وخلاص بيتفرج زينا. انا ما بحبش المدير الفني كده. انا بحب المدير الفني اللي بيذاكر اللقاء اثناء، لان قرايه اللقاء مهمه جدا، لان في تفاصيل اثناء. يمكن حضرتك دايما بشيد في الدوريات الاوروبيه تلاقي ورا المدير الفني كتيبه قاعده ورا، دي حقيقة. بتحلل له اناليسيز لكل حاجه، كل فقره، ازاي تقدر تعمل هجوم في الجانب الايسر، هجوم من الجانب الايمن، استغلالك للفرص، استغلالك لنقص بدني للاعب من اللاعبين، الضغط على الخصم في اثناء اللقاء. كل دي امور فنيه ممكن تؤدي في النهايه الى الفوز بانصاف الحلول. صحيح. فاتصور ان لقاء الاهلي مع سيراميكا اللقاء هيكون لقاء مفتوح برضو في بدايته من النادي الاهلي، وغلق مناطق السيراميكا واللعب على الهجمات المرتده. انا اتصور ده يكون فكر ايمن الرمادي. النهارده في هذا اللقاء مين اللي هيبدا بالهجوم برايك؟ انت قلت لنا التشكيل متوقع، تشكيل هجومي في كلا الفريقين طبعا. لكن مين هيكون عنده تحفظ اكتر؟ هل سيراميكا علشان جماهير النادي الاهلي اللي هتكون النهارده اكيد بتملا جنبات الاستاد ده طبعا. ممكن يعمل تحفظ شويه لفريق طبعا. سيراميكا؟ طبعا طبعا لازم يعني الكابتن ايمن الرمادي يحترم كل حاجه، يحترم الحضور الجماهيري بشكل رهيب. دوافع النادي الاهلي بعد خساره السوبر الافريقي هيبقى عنده دوافع كبيره جدا لمصالحه جماهيره، مع وجود برضو ضغوط على بعض اللاعبين زي امام عاشور، زي عمر الساعي عايز يثبت نفسه، زي الشحات عايز برضو يرجع لتوهجه تاني، وسام ابو علي يرجع لذاكره التهديف تاني. صحيح. بيرسي تاو كان برضو عليه شويه ضغوط برضو مع كولر ولكن تم تجاوزها. يعني اظن ان مع الحاله الفنيه، مع الحاله المزاجيه، مع كل العوامل اللي موجوده دي كلها صحيح. هتؤدي في النهايه ان انا اشوف او اتمنى ان انا اشوف لقاء يرضي الجماهير بصفه عامه ويكون فانتازيا للكره المصريه. ولا سيما ان انا دايما بقول ان على الرغم ان انا مبسوط بان الكره المصريه بقت ليها رواج في الدول العربيه، نعم. على قد ما انا حزين جدا ان انا احب اشوف المشروع ده او اشوف السكواد بتاع الدوري المصري موجود عندنا ونتابع هنا. وعندي هل انا طب انا هقول لحضرتك حاجه. انا اتكلمت في النقطه دي في الانترو الصبح وقلت احنا اللي عملنا كده. بقالنا فتره في سماح للجماهير ان احنا نروح سواء كان مع الانديه او مع منتخب مصر. نسبه الحضور ضعيفه جدا، خلينا نكون واقعيين. الحضور الجماهيري ضعيفه في الفتره الاخيره على مستوى الدوري وعلى مستوى المنتخب، فده خلى الساده المسؤولين يفكروا اكيد في الناحيه الاستثماريه. ما هم برضه اموال للانفاق على الفرق او يبقى في دخل اتحاد الكوره، فبداوا يفكروا في الاستثمار. لما يعملوا مباراه زي دي في دوله عربيه ونلاقي الحضور الجماهيري الكثيف، هيبقى المكاسب من كل حاجه، مكاسب ماديه، مكاسب معنويه للاعبين، بيلاقوا جماهير، كل حاجه هم المكسب. اذا بايدينا
احنا اللي عملنا كده واحنا اللي دفعنا المسؤولين يعملوا كده. لكن لما يعملوا مباريات دوري ويعملوا مباريات منتخب ونروح ويكون في اقبال، القرار ده هيبقى صعب جدا اتخاذه نقل اي مباراه خارج مصر مهما كانت القيمه الماديه. صحيح. انا اتفق معاكي في مناقشه الموضوع ده بشكل كبير جدا. احنا اللي عملنا ده في نفسنا بحاجات كتير جدا، منها الخروج الجماهيري في بعض الاحداث السابقه ليها القت بظلالها. نعم. من الناحيه الامنيه، من الناحيه التنظيميه، فلازم برضو لما نيجي نحاسب كل واحد على اخطائه. صحيح. اتحاد الكوره ورابطه الانديه واتجاهها لانها تحاول تدخل مداخيل ماليه بطريقه اخرى عن طريق ان الترويج خارج القطر طبعا. ده برضو ليها جانب اخر طبعا. اتمنى ان اشوف اللقاءات دي في العاصمه الاداريه. ده انا قلقانه من مباراه الدوري القمه اللي هو في الدور الاول يكون بين الاهلي والزمالك، في كلام انها ممكن كمان تنقل، يعني دي هتبقى يعني بصراحه امر صعب قوي. متوقع طبعا ان اي فرقتين ليهم نسبه مشاهده عاليه، ليهم طبعا بتحقق الرواتب. احنا لو الدوري المباراه دي هتكون على فكره في نهايه الدور الاول في الاسبوع 16 بالظبط. زي ما قلت لحضراتكم بايدينا احنا، لو رحنا ورجعت الجماهير تاني وكان في كثافه جماهيريه القرار ده هيكون صعب اتخاذ قرار. لكن لو الدوري كان بالصوره او ما فيش اقبال جماهيري كتير، لا ساعتها ممكن نقلها ببساطه وساعتها ما حدش هيقدر يتكلم. فزي ما قلت مره 10 بايدينا احنا مش بايد حد تاني. صحيح. طيب كابتن حسن، نتمنى اكيد التوفيق النهارده لكل الفرق المشاركه في هذه البطوله وتكون او يكونوا صوره طيبه باذن الله عن كره القدم. امبارح عشان بس الوقت ما ياخدناش، امبارح اقيمت مراسم قرعه الدوري العام المصري في شكله الجديد. كيف تابعت هذه القرعه ورأي حضرتك في شكل الدوري بالنسخه الجديده الاستثنائيه اللي احنا كلنا اتكلمنا عليها في الفتره الاخيره؟ طبعا يعني مفيش حد في مصر ما كانش بينادي بده. يعني طول عمرنا دايما يمكن في كل الاستوديوهات التحليليه الجميع كان بينادي بان يبقى في استقرار في جدول الدوري، صوره واضحه لمواعيد اللقاءات، الفترات اللي فيها توقف لازم تبقى واضحه في الاجنده الدوليه. نفسنا نبطل حكايه بقى ان الانديه بتمثل، يعني انا في رايي ان الانديه بتمثل نفسها في البطولات القاريه. مع لا حضرتك نفسك نبطل ايه؟ ان الانديه ان انا اعمل توقفات كبيره نتيجه ان الاهلي او الزمالك او بيراميدز او المصري بيمثلوا افريقيا في خارج البلاد. حضرتك ضد ان هم بيمثلوا؟ انا مش عايز يبقى في، لا امال ايه؟ انا كلامي واضح في الحته دي بالذات لان الحته دي شائكه شويه. انا كلامي واضح في حته ان لازم التوقفات تكون حسب الاجنده الدوليه للمنتخبات. تمام. الانديه تنظم نفسها تمام. في التوقفات بما لا يضر صح بالصالح العام. تمام. نتيجه اللي حصل المواسم السابقه كلها، نتيجه التوقفات المستمره، نتج عن ده ان الدوري بقى متلاحم. تمام. نتج عن ده ان اللعيبه فيها ارهاق. تمام. نتج عن ده ان المنتخب مش قادر يعمل تجمعات. اخر تجمع لحسام حسن قدر في الفتره الاخيره انه يجمع اللعيبه بالعافيه، يعني لدرجه انه بدا يقول مثلا للانديه لو سمحتوا ادوني فلان ادوني علان، لا ده اللعيب في اجازه. انا مع الاثنين، انا مع ان اللعيب ياخد الراحه السلبيه وياخد اجازته. تمام. هو ده كان موسم مش طبيعي بقى اللي فات ده، يعني واللي قبله واللي قبله واللي قبله فتره قاسيه جدا مؤثره طبعا على كره القدم بشكل عام. بالظبط. فعلا الموسم ده موسم استثنائي فعلا، فتره التقاط الانفاس، اللعيبه تقدر تاخد الراحه السلبيه اللي كل اللاعبين في العالم بيعملوها. تمام. يمكن صلاح بيخلص الدوري بتاعه في شهر 5، من شهر 5 لشهر 7 هو قاعد في البحر. وده صح. فكولر كانت تعليماته للعيبه انت في راحه سلبيه، استمتع بوقتك عشان تقدر تكمل تاني. اتفهمت غلط، اتفهم ان بعض الانديه بتمنع لاعبيها عن المنتخب وحصل اللغط اللي احنا بنتكلم عليه ده. فلما نيجي بقى نرجع الامور لاصولها تاني، الجدول بيتم وضعه. الشركه الالمانيه اللي تم استخدامها هي اللي بتعمل الجدول بتاع دوريات كتيره في دول العالم. فاحنا جايبين شركه متميزه. اتمنى ان يكون الجدول اللي اتحط امبارح يضاف عليه المواعيد. بالظبط. انا استغربت ان الجدول نازل بدون مواعيد. طب ليه؟
هل مثلا لسه والله مواعيد افريقيا ما اتظبطتش فبناء عليها يعني مش هو طبعا بالظبط. خلينا نكون واقعيين، لكن يعني عدم وجود المواعيد دي برضو يعني عليها جدل. خلينا اتفق ان النائب احمد دياب كرئيس الرابطه يعني لما جه اتكلم على الجدول امبارح في بعض اللقاء الانترو اللي كان موجود معاه في مداخله، هو وضح ان عدم ذكر التواريخ سببه ان في بعض الامور الفنيه في الاتحاد الافريقي لم تعلن حتى الان. أيوة. وبالتالي التواريخ هتبتدي لها علاقه بالاتحاد الافريقي. انا كنت اتمنى ان هو يوضح ده اكتر، بالظبط. وكنت اتمنى انه يؤخر الاعلان بالظبط عن الجدول، والقرعه كلها كانت مفيش تتاخر. استعجال، مفيش استعجال خالص، بالعكس احنا يعني نشد على عضده في ان هو بيحاول يعدل مسيره كانت ماشيه بطريقه ما او بطريقه خاطئه الى تصويبها، وده كويس جدا للكره المصريه. انا دايما يمكن بقول في تحليلاتي او في كل اللقاءات التلفزيونيه المصوره ان المنتخب هو نمره واحد في مصر، هو اهتمامات الشعب المصري، وهو اللي المفروض كل الاجهزه المعنيه تحاول توصل بانها توفر كل المطلوب للمنتخب المصري، لان هو ده الذي يمثل سمعه البلد. صحيح. انما الانديه على الرغم انها بتمثل مصر برضو في افريقيا والحسابات بتختلف، لما النادي الاهلي بيحقق بطوله، الزمالك بيحقق بطوله، فده بيكون ليه تصنيف في الفيفا ديت بشكل تاني. صحيح. ولكن انا اهم حاجه عندي الصالح العام للبلد. اكيد. يعني أتمنى التوفيق للجميع بإذن الله في الفترة القادمة ولكرة القدم المصرية بشكل عام. كابتن حسن البابلي لاعب الأهلي السابق، شرفتنا نورتنا، ضيف عزيز علينا ودايما معانا بإذن الله في لقاءاتنا القادمة. طبعا أنا بتشرف جدا، ويمكن نسينا نهني النادي الأهلي بالفوز ببطولة اليد. لا الفقرة الجاية بقى فقرة خاصة. حضرتك انتظرنا وتابع معانا أكيد. أكيد هنهني الأهلي ونهني الزمالك المركز الثاني. ويمكن لما كان هادي كان عايز يعمل مداخلة، يمكن كان عايز يتكلم عن موضوع، يمكن لو في وقت لمدة دقيقتين كده أوضح حاجة صغيرة. يمكن هادي وأحمد حسام ميدو كلاعيبة واعدين في مصر، وكابتن أحمد حسن الصقر وكابتن محمد يوسف مهتمين بمشروع البراعم. يمكن أنا كنت حابب إن هادي يوضح الفكرة. هو بس كان في مشكله في الصوت فاحنا بنعتذر، ولكن انا طبعا يعني بحاول ان انا اوضح الصوره نيابه عن هادي. يعني الفكره ان كان الاول بنتكلم عن الاكاديميات وعن الفكره كلها على استحياء، نتيجه ان لسه ما فيش حاجه ظاهره على الواقع. انما دلوقتي اصبح في نادي اسمه نادي اندرلخت البلجيكي، معترف بيه دلوقتي، معترف بيه في الدوري البراعم في مصر. يمكن المساعي وصلت لان الاندرلخت متصنف كلاس ايه، بيلعب مع الاهلي، بيلعب مع الزمالك، بيلعب مع المصري، بيلعب يعني هينزل في الدوري باسم اندرلخت. على يعني البدايات بدات دلوقتي في البراعم. الهدف ان وصول البراعم دي للصف الاول منتخب. طب هل هو واخد الاسم بس ولا واخد الاسم والمضمون والمعنى والاداء؟ خلينا في لقاء تاني مع كابتن هادي ومع كابتن احمد حسن الصقر يوضحوا الفكره ويعلنوا للجمهور المصري بشكل كبير عن الفكره. الفكره ليها اصدائها في يعني كان 150 فرع على مستوى الجمهوريه. يمكن برضو انا متابع الطفره اللي حاصله في الولاد في النواحي التدريبيه. هدفهم تكوين فريق ينافس الاهلي والزمالك وبيراميدز، ويبقى بالتوفيق. دايما بنحب المشروعات الجديده، المشروعات اللي يكون يعني نحصل على ثمارها في الفترات القليله القادمه. بالتوفيق باذن الله. كابتن حسن البابلي لاعب الاهلي السابق، اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا جزيلا، وانا سعيد جدا باللقاء ده، ونتمنى ان شاء الله لقاءات ثانيه باذن الله. اضافه لنا دايما ومعانا على طول. شكرا. مشاهدينا الكرام، ده كان لقاءنا الحواري الاول. لسه صباح الرياضه مستمر مع حضراتكم، خليكم معانا ما تروحوش في اي مكان. فاصل كره اليد والانجاز الكبير الافريقي والنادي الاهلي وحصوله على البطولة الأفريقية لكرة اليد، ونادي الزمالك حصوله على المركز الثالث. فاصل هيشرفنا كابتن محمد راغب المدير الفني لكرة اليد بنادي الشمس.